في واحد المهم كان يسوق عربية من الشباب، يسوق عربية، وقلت له تعال يا فلان أبغاك تشتغل عندي وأعطيك في الشهر 500 ريال، أبغاك تشتغل في بضاعتي أنا عشان ما عندي مسجد، وأنا الأوقاف ما تسمح لي إني أغيب عن فرضين، يعني اسمحوا لي بس في الظهر إذا عندي عمل، وإذا ما عندي شغل لا، قالوا لي لازم تداوم كل الفروض، يعني كل الفروض. المهم وما يوافق مع عملي، فأنا أبغاك تشتغل عندي وش رأيك؟ قال خلاص، وأنا ما أعرف الرجال ولا شيء ولا. المهم والله وشغلته. اليوم الأول مشى ما شاء الله تبارك الله، اليوم الثاني ما شاء الله، خامس يوم أو سادس يوم لقيته يسوق عربية. وين البضاعة وين هذا؟ قال ما أبغى أشتغل والله لعلم أخويا، ماني مشتغل خلاص ماني مشتغل بس عطني حقي، ما أبغى أشتغل ما أبغى أشتغل، ولا بضاعتي رميها حسبي الله عليه الله يهديه ولا. فأنتم لا تشغلون إلا ناس يعني ثقة، وتدورون الإنسان اللي يخاف الله سبحانه وتعالى. المهم وطردته من عندي وأعطيته حقه وطردته. فيا أخوان يا أخوان، لا تشغل عندك إنسان ما تعرفه، لازم تعرف عنه كل شيء حتى أنك تضمن حقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.